السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قصة جديدة من القصص المغربية بالدليلة. إذا كنت أول مرة كتصنت لهذا الفيديو حاول تشترك في القناة وتدخل القناة لأنه كاينين بزاف ديال القصص يمكن لك تسمع لهم ومتنوعين. العنوان ديال القصة اليوم هي أنا السبب بتقديم مهدي بن-نور. القصة كتبدا في الكلينيك وبالضبط في العناية المركزة. يسرى كانت واقفة مورا الزاج وكتشوف عثمان اللي كان ناعس لداخل بينه وبين الموت خيط رقيق ويمكن يتقطع في أي لحظة. يسرى كانت واقفة وساكتة وكتبكي وباقا مصدومة، وخا فاتت سيمانة باش وقعت الحادثة اللي دخلت عثمان في الكوما، ولكن هي اللي كانت من المفروض أنها تكون في بلاصتو حيث هي المقصودة، وهذا الشيء اللي خلاها من داك الوقت وهي كتلوم في راسها، خصوصا انها كتبغيه وما تقدرش تخيلو ما بقاش في حياتها وخرج بمره وما عمرها غادي ترجع تشوفه. يلا كانت كتشوف راسها كانت جالسه معاه في القهوه ديالهم ديال ديما كيضحكوا ويهضروا، ما عمرها ما حسات بالملل فاش كتكون معاه، بالعكس كانت الوقت معاه كدوز بالزربه حيت علاقتهم كانت عفويه بزاف. ورغم ان يسرى كانت كتبغي عثمان الا انها ما كانتش باغا تقولها ليه حيت خافت تخسرو كأعز صديق عندها، ولكن كانت كتفضل علاقتهم تبقى هكا زوينه. ولكن دابا ما بقاش كيهم تقولها ليه ولا لا، حيت هو دابا ما يقدرش يسمعها. الاطباء كانوا فاقدين الامل نسبيا، ولكن يسرى عمرها ما فقداته. كان عندها ديك الامان ديال باللي عثمان غيرجع ليها حيت هو قوي ومتشبت بالحياه. وشحال من مره وقعت له حوادث بحكم الخدمه ديالو، ولكن هذه كانت اصعب وحده. بلا شك انكم بغيتوا تعرفوا اكثر على عثمان ويسرى والقصه ديالهم. يسرى بنت زوينه عندها 24 عام وعثمان عنده 26 عام، بجوجهم خدامين في البوليس. يسرى وعثمان من نهار بداو الخدمه هما مع بعضياتهم وما كيتفارقوش، لدرجه ان كلشي كان كيشك باللي بيناتهم شي حاجه، وما متقبلينش تكون هذه كامله غير صداقه بيناتهم. ولكن هما بجوج ما كانوش كيتسوقوا لحتى واحد حيت عارفين الهضره ديال الناس ما عندها باش تنفعهم ولا تضرهم. المهم هو ان يسرى وعثمان ما كانوش كيتفارقوا ومفاهمين بزاف، الشيء اللي خلى الشاف ديالهم ديما فاش تكون شي مهمه كيصيفطهم بجوج حيت ما غاديش يكون سوء تفاهم بيناتهم وغادي تدوز المهمه مزيان وبلا صداع. وفعلا ديما كانوا كينجحوا في المهمات ديالهم اللي كيعطيهم الشاف، حيت وصلوا لدرجه انهم يقدروا يتفاهموا غير بالعينين. واحد النهار هو فين غادي تبدل حياته كلفهم الشاف ديالهم بواحد المهمه صعيبه حيت كيثيق فيهم بزاف، وكانت متعلقه بواحد الرئيس ديال المافيا كبير وداير بزاف ديال المشاكل بسبب تهريب المخدرات، وما عمر البوليس قدروا يشدوه حيت كيصيفط ديما غير الرجال ديالو وهو ما كيبانش في الواجهه. يسرى وعثمان بقاو خدامين على هاد القضيه بزاف، توصلوا واحد النهار لواحد المعلومه مهمه وهي البلاصه فين كيكون الرئيس ديما، واتفقوا انهم باش يتقربوا منه اكثر ويعرفوا البلاصه فين غادي يدير العمليه الجديده ديالو باش يشدوه متلبس. مشاو بجوج للبلاصه فين كيكون في واحد البار، وعثمان بقى جالس بعيد بينما يسرى لبسات مزيان وتقادات وبقات كدور حدا داك الرئيس ديال المافيا، وشويه دارت براسها كتشرب ولكن كانت كتلوح الشراب ديالها في واحد الفاز كان حداها، وبقات هكاك حتى دارت براسها زعما راها سكرات ومشات لعندو بدات كتضحك معاه. كان اصلا هادشي اللي باغي وعلاش تيقلب، عجبو الحال وبقى كيهضر معاها الليل كامل. وعثمان مقابلهم، عثمان اللي كيكون ديما مرتاح في المهمات ديالو حيت عارف راسو كيتفاهم بزاف مع يسرى. اليوم كان فشكل، كان كيحس بشي حاجه خايبه غادي تطرا. حيت موالف ديما كيكون حدا يسرى ماشي بحال اليوم، هي بعيده عليه ومع الرئيس ديال المافيا الكبير. كيف ما كان الحال واخا هي بوليسيه ومدربه وكل شيء، ولكن كتبقى انسانه وبنت. هادشي علاش خلى عثمان يخاف عليها وبحال ندم علاش وافق على هاد الخطه من الاول. اول مره كيتمنى انه كان مشى لشي مهمه بوحدو، ولكن عنده الحق. من بعد ما تقربت يسرى من داك الرئيس ديال المافيا بزاف
عرض عليها انها تمشي معاه للدار باش يكملوا السهره، وعثمان كان كيسمع في هذا الشيء حيت كاين بيناتهم اتصال. يسرى بطبيعه الحال كان كيقول لها لا، وقولي ليه ما غاديش تمشي ونسحبي من هذه المهمه، صافي راه انا غنكمل. ولكن هي ما سمعتش ليه، جالس مع راسها وصلت لهذه المرحله وثق فيا، خاصني نكمل ما بقى والو. ويسرى جات قالت للرئيس ديال المافيا، قالت له صافي نمشي معاك. عثمان تعصب بزاف وطلع ليه الدم، ولكن ما يقدرش يدخل حيت الا دخل وهي قريبه للرئيس وإلا عاقبهم غادي يقتلها. وهذه هي اكثر حاجه كيخاف منها عثمان. هو ما يقدرش يخلي حتى حاجه تقيس يسرى، هي بالنسبه ليه غاليه عليه اكثر من اي حاجه، حيث هي عائلته كامله، حيث هو كان مقطوع من شجره. رئيس المافيا ويسرى وصلوا للدار ودخلوا، وعثمان بقى كيتسنى برا في طوموبيلته، وكان متوتر وخايف بزاف. راه كيبغيها، تيبغيها حتى هو حيت لقى فيها كاع المواصفات ديال فتاة احلامه. واكثر حاجه جراتو ليها هي البراءه ديالها، واخا الخدمه ديالها كتدخلها في عالم خايب عامر في الشر والجرائم، ولكن هي باقا بريئه وكتبان ليه بحال شي بنت صغيره اي واحد جا يقدر يضحك عليها. وهذا الشيء اللي زاد خلعو عليها ملي تفكر مع من كاينه دابا. جلسات يسرى في الصالون وهي كتقلب بعينيها فين ممكن تلقى شي حاجه باش توصلها لشي دليل مهم، وهو كان جالس حداها. شويه وناض داك الرئيس وقال لها واش نجيب لك شي حاجه تشربيها، وهي وافقات حيت كانت كتقلب على اي فرصه باش تقلب على خاطرها. وفعلا داكشي اللي دارت، ناضت وبقات كتقلب شحال وما لقات والو. شويه وهي سمعت الحركه موراها، عرفاتو باللي جا وناضت بالزربه زعما باش تمشي تجلس ببلاصتها وما تبين ليه والو. ولكن مع الوقفه ديالها لقاتو موراها، يعني هو من قبيله كان حاضيها اش كدير. بقى كيشوف فيها وكيضحك بالجهد، وشدها من شعرها وهي بدات كتغوت، وقال لها واش كتسحبوني مكلخ حتى لهاد الدرجه، باغيين تلعبوا عليا العشره، ولكن معنا نطحتو. شفت بزاف ديال الكوانب ولكن نتوما بزاف. عرفتوا داك الضحكه ديال نيو ها 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 ديال الاشرار، ياك عرفتوها؟ وهي هذيك، تخيلوها مع القصه. وبدا كيقول لها واش كيحسب لكم غديروها بيا ولا ما عايقش بكم، ولكن دابا ماشي مشكل، غنبدا بك انت الاولى وغنسالي مع هذاك اللي كان معاك. يسرى كانت غير كتغوت حيت ضربها في شعرها، ولكن ما جاوباتوش، وهو بقى جرها حتى وصلها للصالون ولاحها وبدا كيضرب فيها وهي كتحاول تدافع على راسها، ولكن هو كان صحيح عليها. ومن بعد بدا كيحاول يحيد ليها حوايجها باش يغتصبها، وهي تخلعت وبدات كتغوت بالجهد. عثمان كان جالس في الطوموبيل، شويه هو يسمع الغوات جاي من ديك الدار، وشاف الخيالات كيتحركوا. ديك الساعه عرف باللي شي حاجه ماكشي هي هذيك، خرج كيجري وفي نفس الوقت عيط لصحابو، وهو يدخل ويفرع الباب ديال داك الدار. وملي شاف داك المنظر كان غادي يجي لهذاك الرئيس ديال المافيا بغى يضربو، ولكن هو كان اسرع منه، دغيا هز يسرى وشنق عليها وحط ليها الفردي على راسها، وهي مخلوعه وكتبكي. ديك الساعه عثمان وقف وما قدرش يقرب ويخاطر بحياتها. بقى كيتفاوض معاه من البعيد باش يطلقها حيت خاف عليها بزاف. ملي شافها في داك الوضع ضعاف، ما بقاش ديك عثمان اللي يقدر يهد الجبال على ودها وما كيهمو حتى واحد، ولا بحال شي دري صغير وخايف لا تضيع عليه اغلى حاجه في حياته. هبطوا ليه الدموع من عينيه. يسرى وهي في ديك الحاله ملي شافته اول مره كيبكي تصدمات، ما عمرها شافته ضعيف. فرحات حيت على الاقل عرفات قيمتها عنده. شويه وصلت الفرقه ديال البوليس وحاصروا الدار، وفي الوقت اللي هذاك الرئيس كان مبرزط مع البوليس اللي جاو كيقلب منين يهرب، يسرى استغلت الفرصه وبعدت يديه عليها ومشات هربت كتجري لجهه عثمان، وعنقاتو فرحات حيت حسات براسها تعتقات من الموت وغترجع حياتها طبيعيه مع عثمان كيف ما كانوا. ولكن الفرحه ما كملاتش. الرئيس ديال المافيا قال مع راسو على الاقل ننتقم منها حيت هي السبب. ديك الساعه هز الفردي وصوبو جهتها، وعثمان اللي كانت الضحكه من قلبه حيت رجعت ليه يسرى في ديك اللحظه تمسحات ليه الضحكه،
ودغيا عمقها بجهد ودورها للجهه الاخرى وجات الضربه فيه هو. القرطاسه ديك الساعه جات وحده القلب وطاح في بلاصتو وشاف في يسرى فواحد الابتسامه حزينه وقال ليها كنبغيك. ما خلاش ليها الفرصه فين تجاوبو وفقد الوعي. يسرى تخلطوا عليها المشاعر والاحاسيس في دقه وحده وهبطات حتى لعندو وبقات معمقه وكتبكي. ومن بعد شويه ديال الوقت جات الاسعاف، هزات عثمان ومشات معاه يسرى، ما مفرقاش معاه. ديك الساعه دخلوه للمستعجلات، داروا ليه عمليه وطلعوه للعنايه المركزه. ومن ديك النهار ما فاق، ويسرى معاه في كل ساعه وفي كل دقيقه وفي كل ثانيه، ما كتفارقش معاه واخا ما كيخليوهاش تدخل لعندو حيت حالته حرجه، ولكن هي كافيه هذاك الشوفه اللي كتشوف فيه وكلها امل انه غيفيق شي نهار وغتسمعوا كلمه كنبغيك حتى انا، ويعيشوا بجوج كيف ما كانت كتحلم من شحال هادي. هذه هي القصه كيفاش وصل عثمان لهاد الحاله. نرجعوا دابا منين بدينا. بقات يسرى في الكلينيك حاضيه عثمان تيفيق، واخا الاطباء طلبوا منها انها تمشي ترتاح شويه لدارهم حيت الوجود ديالها ما عندوش باش ينفع عثمان. وشحال من مره كانت كتسخف من قله الماكله وكيديروا ليها السيرم وكترجع لنفس الحاله وما كتاكلش حتى كيبزوا عليها، ولات حالتها يرثى لها. ولكن هي ما كانش باغا تمشي لتا بلاصه، باغا تبقى حدا عثمان، خايفه لا يحل عينيه ويفيق وما تكونش هي اول وحده كيشوفها. دابا دازت شهر وعثمان باقي كوما، والمشكل ان حالته ما تحسناتش ولو حتى شويه، باقي كيف ما كان. الاطباء كل نهار كيزيدوا يفقدوا الامل في انه غادي يفيق، خصوصا ان الضربه كانت في بلاصه حساسه بزاف. كانت يسرى واقفه كيف العاده كتشوف في عثمان وكتبكي من الداخل حيت الدموع ديالها نشفوا من عينيها من كثره البكا اللي داز عليها في هذا الشهر. كان دايز الطبيب من حدا يسرى وتشجعت وطلباتو انه يخليها تدخل عند عثمان وتدوي معاه شويه. من بعد بزاف ديال المحاولات مع الطبيب باش يخليها تدخل، ولكن هاد المره وافق، ويسرى فرحات بزاف. جهزوها ودخلوها لعندو، واخا هي كانت شايفه حالته، ولكن ملي شافتو في هاد الحاله وقربات منه دابا بحال عاد استوعبت اكثر شنو واقع. جلست في كرسي حدا وبقات غير كتامل فيه وساكته وكتفكر ايام ديال شحال هادي اللي دوزات هي وياه. بدات كتعاود ليه الذكريات بالتفاصيل بحال ما كانش هو حاضر معاها. بقات شحال معاه شويه وجا عندها الطبيب وطلب منها انها تخرج حيت ممنوع عليها الدخول هنا، غير هو خلاها واحد الوقت قصير وصافي حيت حالته خطيره. واخا يسرى ما كرهاتش الوقت يتوقف وتبقى مع عثمان وتهضر معاه واخا ما يجاوبهاش، ولكن ما يهمش مادامت انها قريبه منه ماشي مشكل تخرج. غير خرجت يسرى لحدا الدجاج عاوتاني كيف كانت موالفه كتوقف، وبداو الالات كيديروا داك الصوت اللي ما خافي على حتى واحد ديال تي تي تي. الطبيب رجع كيجري ودخل عند عثمان وبدا كيدير له الصدمات الكهربائيه 3 مرات ووارو. يسرى كان قلبها هادي وقف، قالت يلاه كنت كنعاود له على الذكريات ديالنا اللي عشناها انا وياه. كانت يسرى واقفه مور الدجاجه وكتشوف الاطباء شنو كيديروا لعثمان، كانوا كيحاولوا معاه يفيقوه بجميع الطرق. شويه وهو يخرج الطبيب وهي كتسنى انه يبشرها، قال لها ان لله وانا اليه راجعون والبركه في راسك وما تيقاتش. وبقات كتقول دابا طرا شي معجزه ويفيق. وملي شافت في الدجاجه لقاتهم كيديروا ليزار بيض على وجههم. من ديك الساعه بدات كتغوت وجاتها حاله هستيريه وبدات كتقول انا السبب انا السبب. حد هنا كتسالي القصه، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش الا كنت عجباتكم القصه انكم ديروا جيم للفيديو وانكم تخليونا كومونتير، واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه باش يوصلوه ديما الجديد. كان معكم مهدي بن نور، شكرا.